الأخ سلطان الربخي يقول: ما حكم وضع التمباك وهو ما يسمى بالغليون في الفم في نهار رمضان بحجة أنه غير مطعوم ولا يبتلع منه في الباطن؟ بئس هذا الفعل. التمباك هو نفسه من أنواع المسكرات والمخدرات ومن أضر الأشياء، يعني ضرره باد، سواء كانت تناوله مضغا في الفم أو كان تناوله استنشاقا بالأنف أو تناوله بطريقة التدخين. وعلى أي حال من أخطر السموم وأكثرها قتلا للجنس البشري. يحصل ملايين من البشر في كل عام، فكيف بالصائم يضعه في فيه؟ هذه معصية لله سبحانه وتعالى، والصيام يتنافى مع المعاصي كما سبق ذكر ذلك، فضلا عن أن يكون عرضة لابتلاع شيء منه أو ابتلاع الريق الذي اختلط به.